عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب يومكم كله يكون خير وبركة ان شاء الله. النهارده هعمل معاكم حواوشي الفراخ. انا عملت معاكم قبل كده حواوشي اللحمة وجاب تعليقات جميلة جدا وعجب ناس كتير قوي. هعمل معاكم النهارده حواوشي الفراخ وهتشوفوا الطريقة بتاعته عاملة ازاي. ومعلش ان انا بتأخر عليكم في الفيديوهات، بس في الفترة دي مشغولة جدا، وبعدين اليوتيوب المشاهدات زي ما انتم عارفين مبقتش تجيب نتيجة، يعني مفيش مشاهدات كتير زي الاول. مش عارفة بقى، والله اعلم. اتمنى اللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك وفعلوا الجرس ويوصلكم مننا كل جديد. ويلا تعالوا معايا نشوف هنعمل الحواوشي الفراخ ازاي. تعالوا بقى نشوف مقاديرنا. معايا فراخ مفرومة زي ما احنا شايفين اهي، معايا بصل مفروم، دي طماطم وفلفل اخضر مفرومين مع بعض، ودي بقى الحته الايه التكه بتاعتي انا اللي هي بطاطسايه صغيره كده انا بشراها. الناس اللي هي بتحط عيش مبلول، في ناس بتحط عيش بتبله وتعصره وتحطه فيه، انا ما بحبش موضوع العيش، فبحط بدال بطاطسايه زي الحواوشي بالظبط، بحط برضو بطاطسايه مبشوره. التوابل طبعا ملح، فلفل اسود، بهارات 7، بابريكا، بهارات فراخ. يلا نشوف بقى الطريقه. هننزل مع بعض بالفراخ دي زي ما احنا شايفين. هننزل بالبصل، نحط حبه بصل حلوين على قد الفراخ، وبرضو الفلفل مع الطماطم تدي طعم حلو قوي 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 يا جماعه للحواوشي. طبعا البطاطسايه دي بقى البهارات بتاعتنا. هنعمل ايه؟ معايا ملح، خلاص الملح، نحط فلفل اسود. اهم حاجه في الحواوشي البهارات يا جماعه، بهارات ال7 طبعا، تمام، بهارات فراخ، تمام، ومعايا بقى معلقه صغيره من البيكنج باودر. علشان طبعا حطيت بقى معلقه البيكنج باودر دي عشان الفراخ ما تتكتمش. خلاص كده نبتدي بقى ايه نقلب الخليط الجميل ده مع بعض بالمنظر ده. اصبحت معانا بالمنظر ده. مش عايزه اقول لكم يا جماعه الريحه بتاعتها تحفه جدا، ريحتها خطيره بصراحه. شايفين المنظر بيتكلم عن نفسه. طبعا هجيب العيش هقصقصه زي ما انتم عارفين، بنقصه بالمقص او افتحوه عادي بايديكم، وهنحشي الحواوشي وهنشوف حواوشي الفراخ عامل ازاي بعد كده. خليكم معايا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب يومكم كله يكون خير وبركه ان شاء الله. النهارده هعمل معاكم العيش اللي انتم شايفينه الجميل ده، سهل جدا يتعمل في البيت سواء في العجان او على ايديكم. بصوا الطراوه بتاعته، الله الله. دي معمول في الطاسه فوق على النار. خلاص شوفوا طريه ازاي جميله، ما بتاخدش وقت وما بياخدش اي مجهود. خلاص، وده اللي معمول في الفرن بيبقى ماسك نفسه شويه عن اللي معمول فين على البوتاجاز، بس بيتفتح عادي. وممكن تعملوه فيه سندوتشات زي ما انتوا عايزين، ممكن تصغروا حجمه وتكبروا حجمه براحتكم خالص خالص زي ما انتوا عايزين. خلاص هوريكم النهارده ازاي انا هعمل العيش ده بطريقه سهله قوي. شايفين الفتحه؟ بصوا فاضي من جوه ازاي، جميل جدا جدا جدا.
يلا ان شاء الله تعالوا معايا بقى عشان اوريكم انا بعمل العيش الجميل ده ازاي. خلاص، هنا انا حطيت في العجان، طبعا انتوا ممكن تعملوا على ايديكم بس انا عشان عندي العجان فبستسهله بصراحه. حطيت كيلو دقيق، ولو عندك دقيق ذره حطي حوالي ربع كيلو او نص كيلو معاه، خلاص بيبقى حلو قوي. بس انا عشان ما عنديش دقيق ذره فانا عملت بالدقيق ده على طول. واحط معلقه كبيره من السكر، وحطيت معلقه من الخميره زي ما احنا شايفين اهو، يعني انا حطاها بالويم كده هي معلقه يعني خلاص، بس انا عشان عارفه الايه المعيار. بتكونوا مولعين طبعا الفرن وطافيينه عشان يبقى ايه دافي، لان احنا في شتاء. هسيب بقى ايه الدقيق والمكونات دي تختلط مع بعض. طبعا ما تنسوش ذره الملح. تمام، خلاص كده اتقلبت المكونات الجافه مع بعضها. هحط بقى هنا ايه زبادي، خلاص زبادي او لبن رايب لو عندكم يا جماعه بيبقى تحفه جدا جدا. يعني لو عجنتوه بلبن رايب خالص بدون ميه بدون اي حاجه هيبقى جميل قوي 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 وبيدي طراوه. تمام، انا حطيت هنا علبتين من الزبادي، وهنزل بقى بايه بالميه الدافيه، ميه دافيه خالص علشان الخميره لو سخنه قوي الخميره هتموت، لو ساقعه قوي طبعا مش هتبقى كويسه. فالميه دافيه، انا بحط واحده واحده. عايزه اوريكم العجينه عامله ازاي. بصوا العجينه هي بتلزق، هي المفروض انها بتلزق، بس بصوا تحسوا انها محببه لسه ما نعمتش، يعني عايزه ضرب كمان. خلاص، فلازم احنا نضربها شويه عشان اللي هي الايه الحبوب اللي فيها دي اما بتتضرب كتير بتنعم وبتبقى كويسه. حط بقى هنا حوالي معلقه كبيره من الزيت عشان تلم معايا العجينه. شايفين انتوا لو عجنتوها على ايديكم 10 دقايق بس عجنه على الايد هتبقى تحفه جدا جدا. هنا شايفين العجينه جميله ازاي، بصوا بتلزق بسيط خالص خالص، شايفين لزق بسيط. هي لما تلزق كده تعرف ان العجينه هتطلع طريه. تمام اهو، شايفين النظافه كده. نشيلها بقى من العجان ونحطها، عشان هحطها في بوله واسيبها ايه تخمر. تمام دي هنجيب بوله. شايفين العجينه بقت جميله وناعمه جدا جدا. شايفين المطه اللي فيها، بصوا الله الله. يلا هدهن بس الايه البوله دي شويه زيت عشان ما تبقاش تلزق فيها، واحط فيها الايه العجينه. تمام، اغطيها بقى بستريتش رول واحطها بقى في الفرن اللي انا كنت مدفياه من قبلها بشويه وطفي عليه، واحطها ايه تخمر، لان احنا في الجو ساقع ده عايز مكان دافي. شايفين جمالها بسم الله ما شاء الله. دي طبعا عشان انا ما دهنتش الوش زيت فلزقت فيها، فده مش مشكله خالص، انا بطلعها بايديا عادي كده، بخبط عليها بقى بسيط كده وافككها من الجناب عشان نعمل ايه. هنبتدي بقى نقرص العجينه، قرص بقى الحجم اللي انتوا عايزينه حجم صغير عايزين حجم كبير براحتكم خالص زي ما انتوا عايزين. بصوا ده الوسط اللي انتوا كنتوا شفتوني عاملاه بالظبط. شايفين بقرصه؟ فاكرين الفطير اللي انا كنت عاملاه؟ ارجعوا تاني وشوفوا الفطيره هتلاقوني مقرصه نفس التقريصه دي. ومعايا الفراده بتاع العجين دي ما بقدرش استغنى عنها خالص خالص، جميله جدا. حط بقى العجين كده، لو عرفتوا تفردوا من غير ما ترشوا دقيق على العجين من فوق مفيش مشكله. لقيتوها بتلزق في الفراده ديت قوم حاطين لها ايه شويه صغيرين، انما انا ما حطيتش هنا. بصوا السن، شايفين حجمها عامل ازاي، سمكها. يلا نعمل كمان واحده اوريكم. حلوه قوي. بنفضها طبعا من الدقيق. انا عندي حاطه صينيه فرشه فيها فرشه نظيفه، بحط عليها العجين المفروض ده. خلاص
ولما تخلص اقوم حاطه فوقها فرشه تانية وايه والعجين التاني وهكذا زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده عشان ما يلزقوش في بعض. خلاص كده بصوا شايفين الجمال. طبعا القماشه دي انا عاملاها بس للعجين. خلاص هاجي بقى على النار حاطه انا هنا بقى الايه طاسه الكريب او اي طاسه براحتك بقى اللي انت عايزاه حطيها، او طاسه عاديه مفيش مشكله خالص. شايفين البتاع بيقب ازاي؟ شايفين المنظر؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال؟ عيش ده طري قوي يا جماعه والله العظيم بجد رائع. بس لو تعجنوه كله بلبن رايب، انا ما كانش عندي رايب والزبادي ما كانش كفايه، يعني انا حاطه كوبايتين 2 زبادي. شايفين بتقب ازاي؟ اه جميل جميل. يلا زي ما انتوا بقى شايفين. اتمنى بقى ايه فيديو النهارده ده يكون عجبكم، واللي مشتركش معايا في القناه يشترك وفعلوا الجرس يوصل لكم مني كل جديد. واتمنى تعملوا لي اعجاب ولايك وتشيروا الفيديو عشان الكل يستفيد. خلاص شايفين الطراوه؟ شايفين الجمال بتاع الفيديو؟ يلا اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب يومكم كله يكون خير وبركة ان شاء الله. النهاردة هعمل معاكم صينية سمك في الفرن رائعة هتعجبكم جدا. ممكن تعملوها بالسمك المكاريل، ممكن تعملوها بالسمك البلطي زي ما انا عاملة كده. السمك انا جايباه، انا بجيب السمك بالعدد يا جماعة، يعني اللي عايز يجيب بالعدد يجيب، عايز يجيب بالكيلو انتوا حرين، انما انا بجيب بعددنا بصراحة. السمك انا غسلاه كويس ومنضفاه قوي، حاطاه زي ما انتم شايفين في المصفى، غسلاه بالملح والليمون، وبعدين بشطفه واسيبه يصفي في المصفى زي ما احنا شايفين. هجيب معايا هنا بقى بوله هحط فيها توم، حطيت توم زي ما احنا شايفين، وحطيت الملح، كركم. كركم بيبقى يدي طعم رائع جدا في السمك بصراحه. دي كمون، السمك طبعا كمون. بهارات سمك لو عندك، ما عندكيش شويه بابريكا على شويه توم باودر بصل باودر، كل ده مع الكركم مع الكمون هيعمل لك تتبيله السمك. وحطيت شويه كزبره شويه صغيرين وعصير ليمون. كزبره دي خضره او بقدونس براحتكم خالص، كزبره او بقدونس. هقلب. اهم حاجه الليمون يا جماعه، الليمون كتير في السمك. معلش اعذروني ان انا عندي برد وصوتي صعب. بمسك بقى السمك اقطعه شرايح كده زي ما احنا شايفين من ناحيتين عشان التتبيله ادخلها فيه من جوه.
معلش اللي انا حطيتها يا جماعه كانت شبت، ما كانش بقدونس ولا كزبره، معلش اعذروني، الدنيا ملخبطه معايا عشان البرد. هنا بقى هبتدي ايه، انا خلصت الكميه، هبتدي اتبل السمك. شايفين النظافه ما شاء الله. هتبله بالتتبيله اللي انا عملتها دي، كله هيبقى بنفس الطريقه. وبصوا الفتحات دي بيدخل فيها التتبيله. هنا انا خلصت الكميه كلها. جبت معايا بقى هنا بوله فيها شويه، فيها كوبايه من الدقيق، وعليها معلقه من الكركم، ومعلقتين من النشا. وبعدين هقلب فيها السمك وهبدره زي ما احنا شايفين. انا وريتكم قبل كده انا بقلي السمك ازاي. تمام. خلاص كده بقى انا خلصت برضو، بدرت الكميه كلها. خلاص هوريكم بقى انا هعمل صينيه الطاجن ده ازاي. يلا بينا شوفوا المقادير بتاعه الطاجن. معايا بطاطس زي ما انتم شايفين، انا حطاها في ميه طبعا عشان ما تغمقش. معايا خضره اللي هي شبت، جزر مبشور، فلفل اخضر، فلفل اصفر واحمر اللي هي الوان يعني، بصل، ده توم. ومعايا التوابل، معايا عصير ليمون، ده اهم حاجه طبعا عصير ليمون يا جماعه. معايا بهارات السمك، كمون، كركم، ومعايا رشه كزبره، وطبعا الملح وعصير الطماطم. خلاص هنعمل بقى ايه هنا. هجيب البايركس الاول، معلش هجيب الوك زي ما احنا شايفين، احط فيه شويه من الزيت صغيرين. خلاص الزيت يسخن، هنزل بالبصل المفروم. خليش حاجه بصراحه الوقت ده مش عايز حد يهدر في حاجه بصراحه. هقلب البصله، توم، هقلبهم مع بعض. وبعدين هنزل هنا بقى بالفلفل الاخضر، عايز يحط فلفل حر يا جماعه قرون شطه يحط. خلاص. ومعايا طبعا هجيب الفلفل الالوان الاصفر والاحمر، عايزه اقول لكم شوفوا الالوان وجمالها. هقلبهم بقى مع بعض ياخدوا تشويحه مع بعض. وبعدين هنزل بقى ايه بالجزر. مش عايزه اقول لكم مجموعه الخضار ديت جميله جدا يا جماعه والله، خضار يعني غنيه جدا بالفيتامينات بصراحه. شايفين الجمال، الله الله. وننزل بقى بالتوابل بتاعتنا دي، الكزبره، كمون، بهارات السمك. احيانا بهارات السمك بتيجي مملحه يعني، خلي بالكم عشان الملح. دي بقى بقيه التتبيله بتاعت السمك، بقوم نازله انا بيها تاني على الايه، على الخضار الجميل ده. ما نرميش حاجه يا جماعه، ما نرميش. الزمن ده مش زمن ان احنا نرمي بصراحه. يلا قلبهم كده مع بعض. اعذروني ان انا زوري مفيش، انا بتكلم بالعافيه. الله على الخضار وعلى الريحه بقى، ريحه الخضار رهيبه. هنزل بقى بعصير الطماطم. لو عايزه تحطي معجون طماطم ممكن تحطوا معجون طماطم، لكن انا بكتفي بايه، بعصير الطماطم بس كفايه. يعني لو هتحطي معجون طماطم تحطيه مع الخضار قبل الصلصه عشان يتشوح شويه، عشان الماده الحافظه اللي فيه. هنا بقى الملح، وحبه فلفل صغيرين. انا حطيت شويه من يعني الشفشق بتاع الخلاط اللي مكان الطماطم، انا عملته بشويه ميه صغيرين كده ورحت حطاهم تاني عليه. خلاص عشان يعمل صوص كده خفيف شويه عشان اعرف اسقي السمك او احطه على السمك. هنا بنزل بالشبت. السمك بيحب الشبت يا جماعه، الشبت ده
رهيب. ومش عايزه اقول لكم فوائد الشبت ده جميله جدا جدا، له فوائد كتيره جدا اكتر من البقدونس والكزبره كمان، وطعمه خطير في السمك. هنا رشه سكر طبعا عشان حموضه الطماطم كان معتاد. هقلب كل ده واسيبه بقى لما يغلي، وبعدين ايه اجمع الطاجن واوريكم انا جمعت الطاجن وعملت فيه. يلا بينا. هنا جبت الطاجن زي ما احنا شايفين اللي هنعمل فيه او اللي هنقدم فيه. انا طبعا قليت السمك وجبت البايركس حطيت فيه. دي اللي انا هقدم فيها يا جماعه. عايزين تعملوا في صينيه المونيا، عايزين تعملوا في طواجن فخار، براحتكم خالص. هنزل بالبطاطس، انا بحطها عشوائي كده ما برصش بصراحه. طبعا احنا حطينا في ميه عشان ما تاكسدش وتسمر. البطاطس من الخضار اللي بيسمر وبيغمق لما بيتعرض للهواء. خلاص كده الكميه. هنا بقى هجيب ايه الخضار اللي احنا عملناه على البوتاجاز اهو. مش عايزه اقول لكم ريحته جميله جدا والله العظيم، ريحه اصلا تفتح النفس من قبل ما تعملوا الاكل. هاخد شويه من الخليط بتاع الخضروات ده وهحطه على الايه البطاطس. لو بصوا رشه الشبت دي بتخلي الطاجن ده يروح في حته تانية خالص، حاجه كده من الاخر، فاخر من الاخر. هنزل بقى بالخليط. الله، مش عايزه اقول لكم الريحه جوعتني بصراحه والله. تخيلوا بقى البطاطس بتشرب من الصوص الجميل ده، حاجه كده، والسمك كمان يعني مش عايزه اقول. عايزاكم انتوا تجربوا وتقولوا لي. يلا هنرص السمك بقى كده في الطاجن زي ما احنا شايفين. خلاص كده الكميه خلصت. هاخد بقى من الصوص ده او الخليط بتاع الخضروات ده وانزل بيه على ايه على السمك بقى. تخيلوا بقى يا جماعه، تخيلوا الجمال بتاع صينيه السمك دي. انا عايزه اقول لكم ما شاء الله ما شاء الله اتنسفت في ساعتها والله بجد. تحفه تحفه تحفه. شايفين؟ الله. ولا تشموا ريحه زفاره ولا الكلام ده يا جماعه، والله العظيم ما في ريحه زفاره ولا اي حاجه من دي. ان السمك مغسول كويس بالملح والليمون ومشطوف حلو قوي وزي ما احنا شايفين. والليمون طبعا بيدي طعم حلو قوي للسمك وانتوا عارفين الكلام ده. يلا مش هخلي حاجه، بصوا كل حاجه بنزل. الاسباتولا دي يعني اختراع. شايفين ما شاء الله؟ شايفين؟ الله. على بقى على فين؟ على الفرن على طول. وبعد ما اطلعها من الفرن هوريها لكم وتشوفوا شكلها عامل ازاي. شايفين الجمال ما شاء الله؟ يلا بينا. شوفوا يا جماعة السمك ما شاء الله الله اكبر، رائع رائع رائع. عملته جنبه طبعا شوية رز اللي هو الصيادية. انا وريتكم طبعا الرز قبل كده، يعني عملت كذا مرة، عملت رز كتير يعني. عملت الغامق اللي هو البني، وعملت اللي هو بالطماطم، وعملت جميع انواع الرز. فان شاء الله يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. واللي مشتركش معايا في القناة يشترك وفعلوا الجرس يوصل لكم مننا كل جديد. ويا رب فيديوهاتي كلها تعجبكم. واللي عنده اي استفسار او اي تعليق سيبوه لي في التعليقات وانا ان شاء الله ارد عليكم. لو حابين اي اكل او اي وصفة برضو قولولي وانا ان شاء الله هعملها لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب يومكم كله يكون خير وبركة ان شاء الله. النهارده هعمل معاكم رز بعدس او الكشري الاسكندراني بطريقة حلوة جدا هتعجبكم، تعملوها في اي وقت لو محتارين تعملوا اكل ايه. تعالوا نشوف مع بعض هنعمل ايه. معايا هنا كوبايتين من الرز المصري، معايا كوباية من العدس الاصفر، ومعايا بصل مفروم، معايا سمن وشوية من الزيت، ده ملح، مرق الدجاج وكمون، ومعايا طبعا معجون المستكة اللي انا بقول لكم عليه، اللي انا بستعمله على طول، حاجة جميل جدا جدا في كل حاجة. معايا كوبايتين الرز هشطفهم، انا بحط الرز على العدس، ما بخليش الرز لوحده وبعدين احط العدس، بصراحة بسويهم مع بعض. حطيت شويه من الزيت صغيرين عشان بس السمنه ما تتحرقش، وحطيت بقى حته من السمنه البلدي كده عشان ايه، بتخلي طعم الرز حاجه تانية يا جماعه. سيحتهم مع بعض، وادي السمنه حلوه قوي كده. السمنه طبعا بتخلي طعم حلو للرز، والزيت بيخليه مفلفل، ما يبقاش حبايه لازقه في حبايه، بيبقى متغلف بالزيت كده والسمنه، فبيبقى ايه، مفرفر كده يعني، مش لازق في بعض، مش معجن. وهتشوفوه في الاخر عامل ازاي. هنا البصله هحطها، بصله مفرومه، يا دوب انا هخلي البصله تدبل، انا مش هخليها تحمر، انا مش عايزه البصله تحمر، انا عايزاها بس تدبل. خلاص، هحط هنا بقى الحته من المستكه، ده معجون مستكه، هتجيبوه من اي هايبر ماركت يا جماعه، بيبقى موجود يعني، حته صغيره خالص عشان المستكه ريحتها طبعا قويه، فزي ما احنا شايفين كده، وبتتعمل في الرز ابو شعريه بقى، مش عايزه اقول لكم بتبقى رهيبه. هنزل هنا بالكمون وقلبت كويس، وبعدين هنحط بقى مكعب مرق الدجاج، اللي عايز يحط منه يحط، اللي مش عايز يحط براحتكم خالص، بس انا بحب مرق الدجاج بصراحه، بتدي طعم حلو قوي للاكل. شايفين البصله دبلت يا دوب اصفرت يعني. انزل بقى هنا، نزلت بالعدس بالرز، كوبايتين الرز عليهم كوبايه عدس يا جماعه، تخلي طعم الرز جميل جدا جدا، وخصوصا لما الرز والعدس يتحطوا مع بعض. قلب كويس تقليبه حلوه قوي، وبعدين هنا رشه الملح، ما نكترش بقى الملح عشان مرقه الدجاج اصلا بتبقى مملحه. خلاص، نغلف كويس، شايفين متغلف ازاي الرز بالعدس بالسمن والزيت. هنزل بقى بميه مغليه، لازم تكون ميه مغليه يا جماعه، مش ميه بارده، ميه مغليه كده. الرز الميه تغطي الرز، اللي مش عارف يعاير ممكن كوبايه الرز عليها كوبايه من الميه. خلاص كده انا غطيت الرز بالميه يا دوب يغطي. خلاص، هركنها بقى، هغطي عليها وايه، وهعمل معاكم البصله المحمره اللي انا هحطها على العدس. يلا بينا. معايا هنا بصل هقطعه جوانح زي ما احنا شايفين كده، جوانح او شرايح عادي يعني. هحطهم في البوله، هقطعه زي ما احنا شايفين كده، شرايح او جوانح عادي، زي ما بعمل التقليه بتاعه الكشري. اظن انتوا شفتوا الكشري اللي انا عملته قبل كده، ممكن انزل لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. الكشري الكل كان بيشكر فيه بصراحه، كان رائع جدا. البصل بقى هفكه من بعضه كده لانه بيبقى لازق في بعض، هفكه من بعض، وعشان طبعا عايزينه يبقى مقرمش انا بحط له شويه من الدقيق، اللي عايز يحط نشا يحط، مفيش مشكله خالص، ببدره شويه بالدقيق كده واقلبه كويس. خلاص، واحط زيت بقى على النار، حبه كتار زيت كتير، واسيبه يسخن، واقوم منزله فيه البصل. ما بقلبش البصل كتير يا جماعه، اول ما بحطه يا دوب بس ايه، بفرده من بعض كده عشان ما يبقاش فوق بعض. خلاص،
تعالوا بقى معايا بقى نشوف الرز بعد ما اتعمل، وشوفوا الفلفله بتاعته عامل ازاي، ورائع جدا جدا جدا، وطعمه مش عايزه اقول لكم خرافي. شايفين الرز مش معجن؟ شايفين الحبايه بتنزل من الحبايه؟ بصوا ما شاء الله عليه. انا طبعا عملت جنبه شويه بطاطس محمره، وعشان يا جماعه البطاطس تحبوها تبقى مقرمشه زي اللي بره، زي فرم فريتس والحاجات دي، انا بقوم مدبلها على النار في الزيت شويه، واقوم شايلها مصفياها في المصفى، حطاها في مصفى او على ورق مطبخ، وبعدها بشويه بعد ما بخلص اللي ورايا بقوم حطاها تاني، ارجعها تاني في قلب الزيت، بتقرمش بقى وبتبقى رهيبه جدا جدا. هنا الرز زي ما احنا شايفين بقى، شايفين الجمال بتاع الرز. هنا بقى التقليه ناشفه مقرمشه طبعا، انا بطلعها في مصفى على طول. اللي لو في بيض مسلوق بقى بتسلقوا البيض وتدحرجوه في شويه في حته زبده، دحرجوه في حته زبده يعني تحمروه في حته زبده، وتقسموه هنصاص كده وتزوقوا بيها بقى الايه الطبق. خلاص بس انا ولادي قالوا لي احنا مش عايزين بيض، كفايه علينا ده. وحطيت معاه طبعا مخلل ليمون معصفر، برضو كنت مخللاه معاكم قبل كده في فيديوهات كتير، وخللته تاني بس طبعا انا ما عملتوش تاني فيديو لان انا عامله فيديو قبل كده المخلل الليمون. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، واللي ما اشتركش معايا في القناه يشترك وفعلوا الجرس يوصلكم مننا كل جديد. واي استفسار او اي تعليق سيبولي في التعليقات، واحب اعرف رايكم في فيديوهاتي. وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يومكم كله يكون خير وبركة ان شاء الله. النهاردة هعمل معاكم حواوشي اقتصادي جدا جدا، بدون لحمة بدون فراخ بدون اي لحوم. حواوشي ايه؟ حواوشي بطاطس، بس والله العظيم تدوقوا طعمه حواوشي لحمة خالص خالص، مش هتفرقوه عن الحواوشي العادي، بس اقتصادي وحواوشي. تعالوا معايا ونخش نشوف الفيديو ووريكم هعمله ازاي ومقاديره. بس اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس يوصلكم مننا كل جديد. يلا بينا. معايا هنا انا سلقه كيلو بطاطس، يعني بس مش سلقه كامله، يعني حوالي 3/4 سوا. معايا خضره، معايا فلفل اخضر، بصل مفروم عادي، ومعايا بصل اخضر مفروم برضو مقطعاه، وفلفل قرن فلفل احمر حامي كده لو حابين، وده توم مفروم. التوابل بتاعتنا بقى معايا هنا ايه؟ معايا بابريكا، ديت بهارات السبعة، توم باودر، كزبرة جافة، بصل باودر، ممكن بقى بهارات لحمة او بهارات الحواوشي من عند العطار براحتكم خالص. هنا هرست البطاطس زي ما احنا شايفين كده، هرستها بالهراسة عادي. هنزل عليها بالمقادير بقى كل الحاجات اللي احنا عملنا، كل الخضروات دي هنزل عليها. ممكن تشوحوا الخضار ده في حتة ليا ضاني، لو عندك ليا ضاني بقى محوشاها في الفريزر، تحطي تشوحي فيها الخضار ده وتحطيه على البطاطس، يا بقى تحسي ان انتي بتاكلي حواوشي لحمة.
بس طبعا انا ما كانش عندي اللي هي الضاني، فعملت كده على طول. حطيت كل الخضار، كل التوابل، وطبعا الملح. ما تنسوش ان البطاطس بنحطها وهي عليها ملح، والفلفل الاسود، وحبة او معلقتين كده، من حوالي معلقتين من الزيت او 3 معالق، وهنقلبهم او هنهرسهم بايدينا زي ما احنا شايفين كده. عايزه اقول لكم ريحتها جميله قوي قوي قوي. شايفين دي شكلها ايه؟ شكلها لحمه مش شكل بطاطس خالص يعني. نجيب بقى العيش بتاعنا وفتحينه بالمقص زي ما احنا، او بتفتحوه زي ما انتوا عايزين بقى. كل اي خضار عايزينه يا جماعه تحطوه فيه هيبقى حلو جدا. ممكن تحطوا معاه مشروم، يبقى جميل جدا جدا. بس انا بقول اقتصادي، يعني حاجه متوفره. يمكن البطاطس هنا اقل حاجه، يعني حاجه في البيت. تمام كده، شايفين المنظر؟ بتملوه بقى، تملوه زي ما احنا بنعمل الحواوشي العادي. رائع رائع. اعمل كمان رغيف قدامكم وبعدين ايه اكون خلصت كله. بصوا خلصنا كله زي ما احنا شايفين، منظر جميل جدا. عايزه اقول لكم طعم حكايه والله. حطيت انا بقى طاسه على النار، حط فيها حبه زيت صغيرين خالص خالص، او حته سمنه زي ما انتوا عايزين. انا طبعا حطيتها في الطرف على اساس ان انا هحط تاني، بس مش هيكفي، فهخليها في النص. وهقلب كده عادي خالص زي ما احنا بنعمل في الحواوشي بالظبط. ولو عايزين تحطوه في الفرن حطوه في الفرن، مش هيخسر. خلاص شايفين المنظر؟ حاجة رائعة يا جماعة، حاجة رائعة. ولو عندكم جبنة موتزاريلا وعايزين تحطوا في قلبها حطوا، بس احنا برضو بنقول حواوشي اقتصادي، يعني عايزين نقتصد، كل حاجة غالية. شايفين المنظر؟ مش عايزة اقول لكم بقى منظر. شايفين؟ رائع رائع. ولا الريحة بقى، ريحة وطعم خرافة بجد، تحفة تحفة تحفة. عايزاكم تجربوه. وما تنسونيش بقى بدعوة حلوة، وان شاء الله هعمل لكم شوية حاجات كده اقتصادي. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها. تمام. هنا شايفين المنظر؟ ايه رأيكم بقى؟ طبعا حلو. اتمنى بقى اللي مشتركش معايا في القناة يشترك وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. وشكرا على حسن متابعتكم ليا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يومكم كله يكون خير وبركة ان شاء الله. هعمل معاكم النهاردة بإذن الله سمك المكرونة اللي هو البلدي، عارفينه الصغير ده. شوف انا غسلاه ومنضفاه مخليها زي الفل بالملح والليمون، ومخليها زي الفل. هعمله معاكم كريسبي كده مقرمش، تاكلوه تقولوا بتاكلوا جمبري مش بتاكلوا سمك. ده سمك مكرونة بلدي، يبقى صغير زي ما احنا شايفين، صغير مش زي الكبير. تمام. هنعمل ايه مع بعض؟ معايا هنا السمك الكميه اللي انتوا عايزينها بقى. معايا توم معلقه، توم مفروم، ملح بسم الله، ملح على قد الكميه يعني مش كتير، يعني حاجه بسيطه اهو. بهارات سمك اجيب لكم بس ده كده شويه.
ادي بهارات سمك. وخلي بالكوا احيانا بهارات السمك بيبقى فيها ملح احيانا وكتير يعني. معايا كمون، اهم حاجه الكمون يا جماعه، اهم حاجه الكمون. معايا بقى كركم، حطوا الكركم على السمك وجربوا مش هتندموا، خطير. جنزبيل بودر، تمام اهو. جنزبيل بقى زنجبيل زي ما بتقولوا. طبعا عصير الليمون، وده اهم حاجه في الاكل، اهم حاجه اهم حاجه. نقلب الخليط الجميل ده مع بعض كده. ريحه الخليط ده جميل قوي. انا هحط كمان شويه ليمون. يلا بينا. معايا بوله بقى كده اهو. نمسك السمك كده ونتبل اهو، مياخدش وقت. نحط بقى شويه بقى كده عليه ونقلبهم مع بعض. خلاص بقى بالمنظر ده. تمام. نجيب بقى نعمل التتبيله، نعمل الخلطه التانية. هنا هنكمل مع بعض بقى. معايا هنا كوبايه من الدقيق، معلقتين كبار من النشا، معلقه ادي التانية بس، رشه من الكركم اللي بتدي اللون الجميل وطعم حلو. وهنقلب، مش هحط حاجه، مش هحط توابل ولا هحط اي حاجه لان اصلا السمك متبل. تمام كده. هنعمل ايه بقى مع بعض؟ هقول لكم. هنجيب ميه، هجيب ميه واقول لكم. يلا بينا. جبت معايا الميه، والافضل انها تكون ميه متلجه. وادي الخليط اللي انا عملته من الدقيق والنشا والكركم. هعمل ايه؟ هاخد السمك وابدر زي ما احنا شايفين كده اهو اهو كده، وانفضها خلاص، وانزل في الميه واطلع واحطها تاني اهو. اقعد بقى ايه اعمل فيها كده. بصوا ما نضغطش، ما نضغطش خالص اهو. شايفين منظرها؟
اللي عايز يعملها مرتين تبقى مقرمشه، او ممكن يعني ممكن نعمل كده تاني وننزل كده اهو، وننفضها وهكذا. اللي بعدها اعمل كمان واحده. نقعد شويه كده نبدر فيها، يعني مش ما نشيلهاش على طول. هتعمل زي القرمشه يعني، شكل المخربش ده اللي احنا بنشوفه. خلاص اهو كمان مره اهو، ننزل هعمل بقى الكميه كلها بالشكل ده وارجع لكم تاني. شايفين منظر السمك؟ شايفين عامله ازاي؟ اهي هننزل بقى بيها كده. بسم الله. لازم يكون زيت غزير، الزيت يكون غزير. هكتفي بدول في الطاسه، يعني مش عايزين نحرك فيه كتير، هنسيبه كده لحد يعني الطبقه اللي على الوش تمسك نفسها شويه، وبعد كده نوطي عليه عشان ايه يستوي. وعموما السمك ما بياخدش سوا زي الفراخ طبعا. انا عايزه اوريكم شكل السمك. بصوا شايفين المنظر القرمشه؟ شايفين؟ تحفه تحفه تحفه. مش هحرك فيه كتير بس عشان ايه ما يتهريش، بس انا حبيت اوريه لكم بس. حبايبي شايفين بقى شكل السمك؟ بصوا حطيتها بس على العين الكبيره شويه. شايفين المنظر؟ شايفين؟ ايه رايكم؟ هكمل الكميه كلها وايه كده حبايبي نكون خلصنا السمك مع بعض. شايفين الجمال؟ شايفين شكل السمكه؟ شوفوا المنظر القرمشه، سامعين؟ اتمنى بقى ان فيديو النهارده يكون عجبكم، واللي مشتركش معايا في القناه يشترك وفعلوا الجرس يوصل لكم مننا كل جديد. وشوفوا معايا الرز ده، انا طبعا بعمل لكم كل مره الرز اللي هو البني، المره دي انا عملت رز من اللي هو الاحمر ده. مره تانية ان شاء الله هبقى اوريكم بنعمله ازاي، بس عشان ما اطولش عليكم الفيديو. وعملت معاه السمك طبعا، سلطه بلدي. خلاص يلا فعلوا الجرس بقى وشيروا الفيديو لكل اصحابكم، واتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يومكم كله يكون خير وبركه ان شاء الله. النهارده هعمل معاكم فرخه بطريقه سريعه جدا، مش هتاخد منكم 10 دقايق. خلاص يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. بس اتمنى اللي مشتركش معايا في القناه يشترك وفعلوا الجرس يوصل لكم مننا كل جديد. ويلا بينا. معايا هنا بوله اهي. خلاص جايبه هنا بصل، انا فرمه بصل كتير يعني اهو. احط له بقى التوابل بتاعته كلها، ملح
بصوا مفيش اسرع من كده. انا هعملها في الكيس الحراري. ملح، فلفل اسود اهو، بهارات جرم مسله اهي. البهارات دي موجوده عند العطار، لو مش موجوده 7 بهارات عادي مفيش مشكله خالص. ده خلنجان عشان يسرع تسويه الفراخ وفي نفس الوقت بيديها طعم حلو قوي. بهارات فراخ شويه من الحبهان البودر، رشه بسيطه خالص لان الحبهان ريحته نفاذه. الموضوع مش كتير يعني، هو متهيأ لكم ان هو كتير لان المعلقه اللي هي صغيره. هدعك بقى قوي كده. بصوا يا جماعه انا ما بحطش زيوت، ما بحطش دهون خالص خالص. تمام. خلاص كده. معايا بقى التوابل المجففه ناشفه اللي هي الصحيحه. طبعا الحبهان انا حطيت بودر معايا، بس قرنفل لورا وايه وقرفه عاديه حطهم كده اهو. خلاص اقلبهم. المكون بقى بتاعي الجميل اللي انا كنت قايله لكم عليه، المعجون التمر الهندي. خلاص حط منه حبه كده، اللي مش ما عندوش مش مشكله، ممكن تحطوا دبس رمان اهو، حبه بسيطه خالص مش ان هو جامد. حط كده بيدي طعم حلو قوي قوي للايه، الفراخ او المشويات او الحاجات دي. الطواجن حلو جدا اهو اهو. تمام كده. نجيب بقى الفرخه. انا اهي، انا طبعا خاليه تحت الجلد زي ما احنا شايفين كده ماشي، والقلب هحشي من القلب الاول اهو، هحشيها كده من القلب تحت الجلد وما بين الوراك. اظن مفيش اسهل من كده، مفيش اسهل من كده. لو راح ارفع خليها جوه اهو. تمام كده. الفرخه اتبلت منين؟ من جوه ومن تحت الجلد. وادعكها بقى من بره كده اهو زي ما احنا شايفين. تمام كده. خلاص كده خلصنا من الفرخه. هنيجي بقى الخضار معانا ده المشكل ده اللي انا هحطه مع الفرخه. معايا بقى اي خضار عندك حطه منه. يعني انا كان عندي جزر، بصل قوارمه اللي هو الصغنن ده، طماطم، كل ده متقطع كبير، جزر، مشروم ما قطعتوش برضو بخليه بحاله، فاصوليا مقطعاها كده عشوائي. خلاص. لو في بطاطس حطي، كل اي خضار عندك حطي منه. لو عندك قرع عسل حطي برضو مكعبات. بطاطا اللي هي الحمراء جميله جدا. هعمل كده شايفين؟ بصوا اهو. ليه عملت كده؟ عشان اقلب كل ده مع بعض. خلاص. الاول طبعا مش عارفه اقلب البوله صغيره، هجيب واحده كبيرة. تمام جبنا واحده كبيره اهو. حط كده كله، مفيش اسهل من كده. ولا يا جماعه ولا زيوت ولا دهون. الفراخ اصلا بتنزل زيوت ودهون يعني اهو شايفين، فمش محتاجه ان احنا والكوليسترول عندنا عالي، فالحكايه مش ناقصه اهو. خلاص كده الخضار اتبل من نفس الايه التتبيل. معايا بقى هنا ايه كيس حراري، الصينيه اللي هحط فيها كيس حراري اهو. هنا بقى انا جبت كيس كبير، كيس اكبر، هعمله كده معلش الخلوصه
احط شويه من الخضار كده ونحط الفرخه بتاعتنا. بصوا يا حبايبي انا هحط الفرخه في الكيس وبقيه الخضار عليه. لو انتم مش عايزين الكيس الحراري وعايزينه في الصينيه هتبقى برضو تحفه جدا جدا، بس غطوها بورقه زبده وورقه فويل فوقها وبعدين حطوها في الفرن، هتبقى خطيره جدا حتى من غير الكيس، والخضار يبقى طعمه حلو قوي. بقيه البصل اللي عايزه اقول لكم شوفوا المنظر بقى اما تبقى الفرخه في وسط الخضار ده كله. بصوا خضار فوق وخضار تحت ومتبل، حاجه كده خرافه. هقفل الكيس كده بالقفل بتاعه او بالسلكه بتاعته دي. خلاص اهو، وهشك. انا مش هحط ميه ولا بحط اي حاجه خالص، وهشكه بس شكتين بالسكينه كده اهي اهي جدا بس كده خلاص. وهحطها بقى في الفرن ونرجع نشوفها شكلها بقى عامل حبايبي. شايفين بقى المنظر ما شاء الله، هي سخنه لسه طبعا، تحفه واتحمرت. فقصيت الكيس زي ما انتم شايفين كده، والخضار مش عايز اقول لكم ريحتها خطيره. يلا اتمنى بقى الفيديو يكون عجبكم، واشتركوا في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب يومكم كله يكون خير وبركه ان شاء الله. النهارده هعمل معاكم النودلز الكوري الحار اللي كلكم بتشوفوا الصينيين وهم قاعدين بياكلوه بيبقوا مستمتعين بطعمه. هعمله معاكم وهنعمله بطريقه سهله جدا، مش هياخد منكم 5 دقايق، يعني مده الفيديو بالظبط هي المده اللي انا عملت فيها الايه الاندومي النودلز الكوري. معايا هنا 2 باكت من الاندومي اي نوع انتوا حابينه. معايا شطه، وطبعا حسب الرغبه، انتوا عايزينها حاره قوي سبايسي قوي اعملوه، عايزينها بسيطه عادي. معايا بابريكا، ومعايا معجون صلصه طماطم اللي هي معلقه واحده بس، على قد انا عامله على قد الكيسين. جبت هنا الوك، حطيت فيه شويه من الزيت، طبعا حاطه شويه زيت ذره زي ما انتم شايفين. الزيت سخن، هنزل بالشطه ونزلت بالبابريكا. طبعا لو عندكم صويا صوص هيبقى افضل، انا كان عندي بس بصراحه خلصت فما حطيتش. وهنا نزلت بالمعلقه المعجون الطماطم، معلقه واحده كفايه على قد الاتنين الباكت. هقلبهم كده على النار عشان بس الطماطم صلصه الطماطم تطلع منها اللي هي الحموضه خلاص، لانها بتبقى معلبه حلو قوي كده. هنا بقى نزلت بشويه من الميه كفايه كده. هقلبه، طبعا الصلصه هتبقى متكتله شويه عشان متشوحه على النار، لكن هي سرعان ما هتبصوا تلاقوها دابت بسرعه اهي. شفتوا معايا هنا ده فلفل حلو، يعني فلفل حلو مش حر مش حراق زي الشطه اللي احنا بنجيبها الحراقه، تبقى فيها طعم مسكر شويه. ما عندكوش الفلفل ده ممكن تحطوا معلقه صغيره من السكر او معلقه من العسل. وهنا ده طبعا الكيس اللي جوه
الاندومي. لو انتوا مش عايزين تحطوه ممكن تحطوا مرق الدجاج. انا هحط طبعا الباكيتين الاتنين الباكت لان هما كانوا في الكيسين. هقلب كويس. شوفوا يا جماعه الطريقه دي واخده يدوب على قد يعني مده الفيديو، هي المده اللي انا عامله فيها الاندومي، بيغلي بسرعه وانتوا بتستعملوه. نزلت هنا بشعره صغيره من الملح لان كانت الباكت اللي انا حاطاه ما كانش مملح كفايه، بشعره صغيره خالص. بصوا غليت واحنا لان هما شويه الميه صغيرين. هنزل بقى بالاتنين باكت. انتوا بقى تعملوا الكميه اللي انتوا عايزينها، انا بوريكم بس الطريقه وانتوا هتعملوها ازاي. ولو عايزين بقى تسلقوا بيض زي ما هما بيعملوا، ياكلوا بيض مسلوق مع النودلز، براحتكم خالص. انا حبيت اوريكم الفكره، اوريكم هو بس بيتعمل ازاي، مفيش اسهل من كده. بصوا المنظر، وجوسي وجميل جدا، مش عايزه اقول لكم حلو قوي قوي قوي. مخدش مننا حاجه، مخدش مننا وقت خالص، يا دوب هي مده التسويه بتاعته. بصوا الجمال، مش عايزه اقول لكم جمال، وريحته تحفه تحفه تحفه. عايزين تزودوا الجوس بتاعه، فانتوا ممكن تزودوا شويه الميه بس ايه بسيط، وايه البابريكا تزودوها شويه عشان اللون. لو عندكم صويا صوص بقى هتبقى خطيره، مش عايزه اقول لكم تبقى على جمالها بالصويا صوص. شايفين؟ الله، الريحه تحفه يا جماعه، مش عايزه اقول لكم، عايزه اكلها بسرعه. انا ولادي ما كانوش مصدقين ان انا عامله الاندومي نودلز كوري كده، لانهم بيشتروا الباكت غالي جدا ب50 جنيه. باكت النودلز الكوري ب50 جنيه يا جماعه. شوفي ده الباكو ب6 جنيه بس، عملنا منه 2. يلا، اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. وفي حاجه كمان قبل ما اخلص الفيديو، التوم اللي هو الاخضر اللي انتوا بتشوفوه بياكلوه جنب الاندومي او جنب النودلز، انا هنا خللت التوم بيتخلل زي اي مخلل عادي. ابتدى بصوا لونه يغير، لما بيتخلل بيبقى لونه يتغير، بيبقى لونه اخضر. طبعا انا ما حطيتش منه، انا كنت هحط منه بس طبعا مش هينفع لانه هو لسه مستواش قوي. فاتمنى فيديو النهارده بقى يكون عجبكم، واللي ما اشتركش معايا في القناه يشترك وفعلوا الجرس يوصل لكم مننا كل جديد. وايه، اتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم في التعليقات. قولوا له اكله واي حاجه يبعت لي يقول لي عليها وانا اعملها لكم. بشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب يومكم كله يكون خير وبركه ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض المخاصي. كانت عندي مخاصي بتاعه العيد فكنت عيناها، فقلت اعملها ان شاء الله واوريكم طريقه حلوه قوي 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 قوي. تعالوا معايا بقى ونشوف هنعملها ازاي. انا حطيت هنا طاسه على النار، حطيتها تسخن خلاص. وبعدين بعد ما سخنت حطيت فيها حته من الليه صغيره كده، واسيبها لما تسيح. اللي مش عايز يحط ليه ما يحطش، بس هي بتديلها ريحه وطعم حلو قوي بصراحه. ماشي، هنا بقى هسيب الليه لما تسيح شويه كده، وبعدين بعد ما تسيح هنزل عليها بقى بالمخاص. نشوفها كده مع بعض اهي. طبعا انا غسلاها ومنضفاها وفتحاها، ده اللي بيبقى في قلبها. هديها تشويحه حلوه كده لحد ما لونها يعني يبيض ويغير. على فكره يا جماعه، ممكن زي ما بنعمل المخاصي كده ممكن نعمل اللي هي الضره. عارفين الضره؟ ممكن الذره اللي هي الصغيره نعملها بنفس الطريقه، هتبقى حلوه جدا جدا وهتعجبكم قوي. لو مش عارفين تعملوها بنفس الطريقه وخايفين انها تكون نيه، ممكن تاخدوها غلوتين كده يعني تسلقوها وبعدين تعملوها بنفس الطريقه دي اللي هي الذره. شايفين لونها بقى عامل ازاي؟ هنزل بقى هنا بالثوم المفروم. طبعا انتوا بتقولوا الثوم ده لونه عامل كده ليه، هو الثوم ده نوعه كده لما بيقعد شويه بيغمق بالمنظر ده.
خلاص هشوحه تشويحه كده. ومعايا هنا عود روزميري، عايزين تفرطوه يعني تقطعوه كده وتحطوه، حطوه هيبقى حلو جدا، لكن انا بحبها كده عشان في الاخر بحط الروزميري دي على الوش، وانا بصراحه باكلها. هنا بقى ده قرن فلفل احمر حامي، اللي مش عايز القرن الحامي ده بلاش، مش مشكله، ممكن تحطه بارد عادي، بس هو بيدي طعم وريحه حلوه قوي 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 للاكله. نشوحهم كده مع بعض، ريحته طلعت. هنزل بقى بالفلفل الالوان. انا عشان عامله في الجنب كده برضو كبده، وطبعا عملت الكبده معاكم قبل كده، فانا بخلي شويه من الفلفل الالوان ده للكبده. خلاص فلفل احمر واصفر واخضر، هنقلبهم مع بعض كويس. شايفين الالوان تحفه تحفه قوي قوي. هنا بقى اجيب شويه، ده شويه زعتر جاف وافركهم كده. مش عايزه اقول لكم يا جماعه الريحه، ريحته خرافه، ريحته تحفه جدا. دي بطماطمايه انا بشربها بالمبشره، بتبقى طعمها مسكر كده وبتدي طعم حلو للاكله. خلاص حط بقى التوابل بتاعتنا، ملح وده فلفل، بهارات اللي هي السبع بهارات. خلاص ونقلبهم كده مع بعض كويس. واو واو. طبعا الصوت انا طبعا كاتمه الصوت بتاع الاكل عشان بيعمل وش، وبسجل انا الصوت، بس انا كان نفسي تسمعوا صوته الاكله وهي بتطش كده في المعليه. خلاص هنا بقى بصلايه فرماها صغير وحطيتها، اللي عايز يعمل بصل جوليان ويحط في الاول ماشي، انما البصلايه كده دلوقتي عشان بحس ان هي بتقعد شويه حاجه بسيطه وبعد كده تبقى مسكره وجميله. هسيبها بقى تستوي ونغرفها واوريكم شكلها. شايفين بقى منظرها عامل ازاي؟ تحفه جدا جدا والله يا جماعه، رائعه جدا وطعمها خرافه. اتمنى اللي ما اشتركش معايا في القناه واللي ما اشتركش معايا في القناه يشترك وفعلوا الجرس يوصل لكم مننا كل جديد. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب يومكم كله يكون خير وبركة ان شاء الله. النهاردة هعمل معاكم السمك المقلي ورز الصيادية بطريقة حلوة قوي هتعجبكم ان شاء الله، وهتشوفوا السمكة ازاي هتبقى مقرمشة من بره ومن جوه طرية وجميلة جدا. يلا معايا ونشوف هنعملها ازاي السمك البلطي الجميل ده. انا معايا هنا سمك بلطي، انا بجيب بالعدد بصراحة، اللي عايز يجيب كل واحد بالعدد اللي هو عايزه، انا بجيب بعددنا. خلاص انا معايا هنا زي ما انتم شايفين السمك البلطي، غسلاه غسيل كويس جدا ومنضفاه من القلب، وعامله له فتحات زي ما انتم شايفينه كده. بصوا معايا هنا المقادير بقى: توم مفروم، ديت بهارات سمك، بتروح عند العطار بتقول عايزه بهارات سمك، بس خلي بالك احيانا بيكون فيها ملح، فخلي بالك من حته الملح. هنا طبعا الكمون، لا غنى عن الكمون في السمك، وده جنزبيل باودر او زنجبيل زي ما بتقولوا. خلاص ومعايا طبعا عصير ليمون، ده اهم حاجة، والملح معايا وكركم. خلاص طيب هنجيب بقى هنعمل ايه؟ هحط هنا الثوم، هنقلب كل بقى الخليط ده مع بعض. الثوم المفروم، بهارات السمك برضو يا جماعة خلي بالكم من موضوع الملح، البهارات السمك احيانا بيكون عليها ملح، والجنزبيل والكمون
حط الكركم رشة بسيطة كده، والعصير الليمون. الملح طبعا هنعمل حسابنا زي ما احنا قلنا. شايفين حطيت حاجة بسيطة لان فعلا الخلطة اللي انا جايباها كان فيها ملح. هنقلبها لحد ما تبقى عاملة زي المعجون كده. شايفين المنظر عامل ازاي؟ بهارات السمك اللي هي من عند العطار دي جميلة جدا، اللي عايز يجيبها يجيبها، اللي مش عايز يجيبها مش مشكلة خالص. كنت احط بدلها بقى البهارات اللي انا حطيتها ديت، ومعاها بقى البابريكا وتوم باودر بصل باودر. هنا شايفين السمكية من القلب عاملة ازاي؟ بصوا المنظر، نظيفة جدا. غسلها بالملح والليمون، دعكها كويس بالملح والليمون، وبعدين شطفتها الشطفة حلو. هنا بقى هنتبلها من القلب، وتبلتها طبعا من الفتحات دي كمان عشان تبقى متبلة من كل حاجة، من جميع النواحي يعني. هنعمل السمك بنفس الطريقة، كله بنفس الطريقة دي. انا عايزه اقول لكم السمك لما بتغسلوه بتدعكوه قوي، بتغسلوه كويس جدا بالميه، وبعدين تدعكوه بالملح والليمون، وتسيبوه بتاع دقيقتين 2 بس كده في الملح والليمون، وبعدين تشطفوه شطفه حلوه. مش هتحسوا ان انتوا عندكم سمك في البيت نهائي، مش هتلاقي له ريحه خالص بصراحه. وانا في القشر بتاع الليمون احيانا بحطه في الزيت وانا بقلي. خلاص يلا بينا بقى نعمل الدقيق اللي هنعمل فيه الايه، اللي هنبدر فيه السمك. معايا هنا بقى كوبايه من الدقيق، عليها ربع كوبايه من النشا او معلقتين 2 كبار. المعلقتين الكبار النشا دول اولا بيخلي السمك مقرمش، ثانيا بيخلي الزيت ما بيتحرقش. الزيت بتاع السمك هتشوفوا الزيت دلوقتي مش هيسود خالص. على الرغم من كده انا برميه، يعني بخلص وبرميه بصراحه. وبحط رشه كركم، وبقلب زي ما انتم شايفين. ما حطيتش انا بقى توابل ولا اي حاجه خالص، السمك اصلا متبل. قلب بالمنظر ده. تمام كده. هنمسك السمك بقى نتبله، نبدره بالدقيق كده واحده واحده. طبعا يا جماعه اللي عايز يعمل جلدة السمكه من بره زي ما انا كنت عامله في الجمبري، يبقى مقرمش زي كنتاكي، زي قرمشه كنتاكي، طبعا بناخد نص الدقيق ده ونحط عليه شويه ميه ونقلبه، يبقى عجينه كده عامله زي بتاعه ايه القطايف كده، او حاجه اخف شويه. وبعد ما نبدره بالدقيق بنزله في العجينه دي، وننزله على طول فين، على نقلي. شايفين ادي السمك اهو، الزيت زيت نضيف طبعا. استنى لما بيسخن واقوم حاطه الايه السمك، ونقلبه. طبعا لما نلاقيه حمر من ناحيه بنقلبه على الناحيه التانية. شايفين لون السمك من الكركم؟ عايزه اقول لكم انتوا لو سامعين الصوت، طبعا بقول لكم دايما ان انا بقفل الصوت عشان الوش. كنت سمعتوا قرمشه السمك وانا بقلبه، جميل جدا. طبعا تحفه. شايفين لون الزيت؟ لون الزيت فضل كده لاخر قطره. معايا هنا السمك خلص. شايفين شايفين منظر السمك؟ ولا ريحه زفاره ولا اي حاجه يا جماعه والله العظيم. نيجي بقى هنعمل مع بعض الرز. معايا هنا حطيت البصله، انا خدت من الزيت بتاع السمك، الزيت بتاع السمك باخد منه شويه على حته من الزبده او السمن اللي انتوا بتستعملوه، واعمله بيخلي طعم الرز حلو قوي زيت السمك. وطبعا لو عندك شوربه سمك هتستعمليها. بخلص البصله لحد ما تحمر تبقى لونها بني. هنا معايا في الناحيه التانية على الطاسه الصغننه دي حاطه معلقه سكر، ومع معلقه كبيره من السكر مع معلقه من الميه، واسيبها تتكرمل يبقى لونها بني عشان هحطها على الايه، على البصله. هنا خلاص شايفين البصله بقى لونها ايه. نزلت بقى هنا بورق اللورة والحبهان والقرنفل والقرفه ومعلقتين من الصلصه.
او معجون الطماطم او معلقة واحدة على حسب الكمية اللي انت هتعمليها. وهنا بقى شايفين السكر كرمل وبقى عامل ازاي. السكر ده بقى بيعمل تست حلوة قوي 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 للرز. ورز الخلطة لو تفتكروا رز الخلطة انا كنت عاملة نفس الحكاية دي، كنت مكرمله له الايه السكر، بدل ما احط سكر ني بكرمله. دي طبعا شوية من الكمون، مكعب مرق. ناس كتير بيقولوا انتي بتحطي كل حاجه بتحطي فيها مكعب مرق، انا بحب مرق الدجاج، بتخلي طعم حلو قوي قوي الاكل، وخصوصا للملوخيه. هنزل بقى بالميه. انا طبعا عشان هعمل رز بسمتي، ما كانش فيه رز مصري، هو المفروض الصياديه انا بعمله برز مصري وعاملاه قبل كده، لو تشوفوا الفيديوهات القديمه عاملاه برز مصري، انما المره دي حبيت اجرب الرز البسمتي فيه. بس مش عايزه اقول لكم كان طعمه خطير جدا جدا جدا. انا حطيت طبعا 3 كوبايات من الميه، لان انا حاطه 1.5 كوبايه من الرز. هنا الملح، وبقلب واسيب الموضوع ده بقى يغلي. وبعد ما يغلي بنزل بالرز اللي انا كنت غسلاه وكنت نقعاه شويه. طبعا الرز فيه رز انواع، في رز بيتنقع، اللي هو بيتنقع ده اللي هو الرز النضيف، بتنقعيه شويه بتاع ربع ساعه. انما لو رز من اللي هو المصفر ده، يا دوب بتغسليه وتستعمليه عادي زي الرز العادي. خلاص هنسيبه بقى لما يستوي. هنا معايا الرز، شايفين انا مش عايزه اقول لكم رز مفلفل، حبايه جنب حبايه، مفيش حبايه لازقه في التانية. طبعا انا كان عندي هنا طبعا شويه من المكسرات، ده كاجو انا مشوحاه كده محمصاه طبعا، وزبيب. طبعا اللي عنده سوداني يحط، اللي ما بيحبش المكسرات خالص ما تحطش خالص، بس انا بحب المكسرات على الرز ده بصراحه. الرز البسمتي عموما انا بحب احط عليه مكسرات. هنا بقى الزبيب طبعا قبل ما تشوحيه كده بتبقي نقعاه او بتبقوا نقعينه في ميه مغليه. بجيب كوبايه او طبق احط فيه شويه ميه مغليه واحط فيه الزبيب عشان الحبايه تتنفخ كده. طبعا هي سخنه، انا ماسكاها بالعافيه على فكره. الزبيب سخن جدا، لان بعد ما شيلته من الميه وصفيته خدته تشويحه كده يعني. طبعا الرخامه نضيفه يا جماعه، اللي بيقول انتي بتشيلي الزبيبه وتحطيها تاني، الرخامه نضيفه جدا. طبعا لما بعمل الاكل لازم تكون الحاجه كلها نضيفه قدامك. رائع. حلو كده. طبعا جنب الرز ده وجنب السمك هعمل سلطه بلدي، بحبها جنب السمك بصراحه والرز، ولو في شوربه بحط شوربه. هنا خلصت الاكله، شايفين المنظر. دي سلطه بلدي بقى مع السمك مع الرز، حاجه كده خرافه. طبعا عملت معاكم شوربه السي فود قبل كده، فطبعا ما كانش فيه شوربه ما كانش فيه اطباق السي فود المره دي، فما عملت لهمش الشوربه. اتمنى فيديو النهارده بقى يكون عجبكم، واللي مشتركش في القناه يشترك وفعلوا الجرس يوصلكم من كل جديد. شكرا على حسن متابعتكم ليا.